تبارك الله على الامن الوطني ديالنا، ما عندي ما يتسالكم. تبارك الله عليكم. واخا البارح تقصحتوا شي شويه، اش غادي نقول لكم؟ بقاو فيا البارح الامن ديالنا، ولا الامن الوطني، الامن الخاص بداكشي اللي وقع البارح في المباراه ديال المغرب والسنغال. والله يسمح لنا منهم، هذا هو اهم حاجه، الله يسمح لنا منهم. حتى هما مساكن، راه كاين اللي عنده وليداتو وكاين اللي هذا، وكاين بزاف ديال الامن الوطني اللي تقاس البارح مع الاسف. ولكني شنو قلت لكم البارح؟ 600 كاميرا كاينه في التيران، يجبدوهم 19 تم اعتقال 19 الواحد من السنغال، بيناتهم جزائري. يلا 19 واحد اللي تشدات وبيناتهم جزائري. انا قلت لكم البارح راه والله لا فلتوا، والله شي واحد فيكم لا فلت، والله العظيم شي واحد فيكم لا فلت. الخبر تيداول دابا حاليا على ان كاين 19 واحد اللي تشدات. اهم حاجه هي هذه، هذا هو الحاجه المهمه، وبيناتهم جزائري. انت كجزائري اش تدير معاهم؟ اش دير مع السنغال؟ يلا انت خذ، يلا سير انت يا مع خوك البوال، سير ونس صاحبك البوال تما، كاين راه تا هو كاين تما. المهم نخليكم مع هذا الخبر. إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، متابعة لذاك الشغب اللي داروا ذاك الجمهور ديال السنغال اليوم امس، فقد تم تاكيد اعتقال 18 سنغالي تم اعتقالهم وسوف يتم تقديمهم للعداله بالاضافه لواحد جزائري. اي نعم كما سمعتم، فهذيك الاعمال ديال الشغب يوم امس تم اعتقال جزائري كذلك كان في صفوف السنغاليين وشارك في اعمال الشغب ولا محاوله اقتحام ارضيه الميدان يوم امس. غادي نشوفوا التفاصيل والمعطيات متابعينا الكرام من خلال هذا العنوان الذي نشاهده الان امامنا على الشاشه. اعتقالات في صفوف مشجعين سنغاليين تورطوا باحداث عنف وتخريب خلال النهائي الكان في الرباط. شوفوا التفاصيل. يقول الخبر: افادت مصادر مطلعه ان المصالح الامنيه في مدينه الرباط اقدمت على توقيف 18 مشجع يحملون الجنسيه السنغاليه، اضافه الى مشجع واحد من الجنسيه الجزائريه. إذا ظهر السبب بطل العجب، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف وشغب عرفها مركب مولاي عبد الله عقب نهاية المباراة النهائية التي جمعت مساء أمس الأحد بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وفق المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت هذه الأحداث مباشرة بعد احتجاج عدد من أنصار المنتخب السنغالي على قرار حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، إلى جانب قرار مدرب المنتخب السنغالي دعوة لاعبيه إلى الانسحاب. تطورت الاحتجاجات الى اعمال شغب اقدم من خلال بعض المشجعين السنغاليين على اعتداء جسديا على صحفيين مغاربه كانوا يغطون اطوار اللقاء، فضلا عن دخول في الشبكات مع عناصر الامن المكلفه بتامين الملعب، الى جانب محاولات تخريب طاولات بعض المرافق المركب الرياضي. وامام خطوره الوضع تدخلت القوات العموميه بشكل فوري لاحتواء الاحداث واعاده نظام داخل المركب قبل ان يتم توقيف المتورطين واخضاعهم للمساطه القانونيه الجاري بها العمل تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار ما ستصفر عنه التحقيقات الجارية من تحديد للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. طبعا الحال اللي كانوا كيتكلموا على هذه المسائل، فكان من الواضح جدا على أنه ستكون هناك اعتقالات وسيتم تقديم متورطين للمحاكمة. لكن الذي لم يفاجئني وهو أن من بين المعتقلين كان واحد جزائري. يا لها من صدفة، يا لها من صدفة. أنا متفاجئ. لا، أنا لست متفاجئ، بل لست مستغرب بتاتا. من بين المعتقلين واحد جزائري، ربما هو اللي كان كيقيدهم كاع، هو اللي كان كيحرض فيهم كاع. ما علينا. نريد كما حصل مع دوك البيادق ديال الزريبه الجزائري اللي تم الاعتقال ديالهم في المغرب، نريد ان يتم الضرب بيد من حديد ضد هؤلاء المخربين، وان يتم محاكمتهم باشد العقوبات بشعار المغرب اولا، ولا تساهل مع هذا الهمج، لا تساهل مع هذا الهمج. تخيلوا دابا معايا مركب مولاي عبد الله، ملعب عالمي بمواصفات عالميه صاحبي، انت كتقدم واحد البطوله بمواصفات عالميه، كتبغي تطلع على كره القدم الافريقيه لواحد المستوى عالي، كيجيو بحال هاد الهمج هادو كيخسروا لك الصوره
اللي انت باغي تقدمها، باغي تقدم واحد الصوره جميله كيجيو هادو كيخسروها. لا حول الله يا رب، والله العظيم لا يستحقون. شفتي غير ديك الصطمه داخل الملعب، غير وضعوا الارجل ديالهم داخل الملعب، والله ما كيستاهلوها، والله ما كيستاهلوها. ملعب مولاي عبد الله صاحبي اثار الجنون ديال الناس على المستوى العالمي. كيفاش المغرب وصل لهذا الملعب ويبني هذا الملعب بهذه المواصفات، بهذه التقنيه، بهذه التكنولوجيا، بهذا المستوى العالي. الناس غارت من المغرب، باغي تقلد المغرب، باغي تبني شي حاجه بحال المغرب، كيجيو هادو كيبغيو يخربوا. الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أين نحن أين نحن أين نحن في هذه القارة اللعينة؟ أين نحن؟ 19 واحد اللي تشد، 18 سنغالي واحد جزائري. ولعل هذا أكثر من دليل كافي اللي خلينا شفتوا هذاك الفيزا اللي درناها ما خصهاش تحيد، بالعكس خصها تزيد، نزيدو نشددو في الصرامة ديالها، نزيدو حتى هذوك اللي عندهم جنسيه مزدوجه حتى هو تفرض عليهم الفيزا، ما يجيوش عندنا لبلادنا. خصنا نشددو في هذه المسائل، وغادي نبقاو نغوتو، وغادي نبقاو نهضروا، وغادي نبقاو نحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا حتى يتم الاستجابه للمطالب ديالنا، اللي هو التشديد في التاشيره خصوصا على الزريبه ديال الجزائر. هذا الكيان المريض، هذا الكيان مريض نفسي، هذه الدولة المريضة نفسيا من المغرب خصنا نشددوا معها الرقابة في كل شيء. فقد أظهر لنا هذا الكأس، كأس إفريقيا، أظهرت لنا بما لا يدع أي مجال للشك بأن السماح بدخول الجزائريين للمغرب هو خطر على الأمن القومي المغربي، هو خطر على الأمن القومي المغربي، إذ أن النظام الجزائري هو لا يتردد في التضحية بأبنائه من أجل أن يثيروا الشغب والفوضى في المغرب، وعارفهم غادي تعتقلوا وغادي تشدوا، فهو كيضحي بهم غير باش يخرقوا البلبالة، بحال اللي داروا مع داك البوال، صيفطوه باش يبول في الملعب تشد، دابا كيتاجروا به، دايرين به الدعاية البروباغندا في الزريبة ديال الجزائر. فهاد المسألة خصنا ندخلوها لراسنا، خصنا نكونوا واعيين بها، يجب أن نكون واعيين بها ولأقصى الدرجات ولأبعد الحدود. فالشكر الجزيل للسلطات الأمنية المغربية اللي رافقت هذا الحدث بكل احترافية وبكل التزام بضبط الأمن، حيث سارعت في اعتقال منذ بداية هذا الكأس والتدخل ضد هذا الهمج، هذا الزومبي اللي حضروا في هذا الكأس هذه، واللي ثبت على أننا والله العظيم بعاد، المستوى ديالنا بعاد 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 بعاد, بعاد بزاف، لا على زريبة الجزائر ولا على باقي دول القارة. والله المستوى ديالنا بعاد، حتى على المستوى الأمني والله العظيم رفعنا المستوى الأمني لواحد المستوى بعيد كبير جدا على باقي الدول الإفريقية. والحمد لله، الحمد لله أن التدخل الأمني دائما كان في المستوى. 18 سنغالي سيقدمون للمحاكمة، منهم واحد جزائري، يعني في المجمل 19 اللي تم الاعتقال ديالهم يوم أمس. قلتها لكم